نيجي للمرحلة الثانية من اختراق شبكات الواي فاي، وهي اختراق شبكات WPA WPA2. طبعا احنا شفنا بالجزء السابق انه شبكات WEB فيها مشاكل امنية. طبعا مطورين عملية التشفير اللاسلكي للشبكات عرفوا نقطة الضعف الموجودة بشبكات WEB، وعملوا على تطوير نظام جديد مشان يتفادوا هاي الثغرة الأمنية اللي كانت WEB، وانتجوا لنا نوعين جداد من الشبكات اللي هو WPA و WPA2. شو الاشي اللي بيميز هدول الشبكتين عن WEB؟ اللي بيميزهم انه كل حزمة تحتوي على تشفير مؤقت وتحتوي على تشفير مختلف لكل حزمة من هاي الحزم. يعني أنا لو أجمع مليار حزمة مش راح أقدر أكسر كلمة المرور، لأنه كل حزمة إلها تشفير مؤقت وكل حزمة إلها تشفير مختلف عن الحزمة الثانية، يعني ولا حزمة تعتمد بتشفيرها على الحزمة الأخرى. طبعا حابب أنوه لإشي إنه شبكات ال WPA و WPA2 هن نفس نظام العمل، يعني كل أنواع الاختراق اللي راح ناخذها بنفع لهذول النوعين من الشبكات، لأنه يعني الاختلاف بينهم فقط بطريقة التشفير. يعني عندنا شبكة WPA التشفير تبعها TKIP، وشبكة WPA2 التشفير تبعها CCMP. لكن عدا عن ذلك كل أدوات الاختراق والطرق اللي راح ناخذها بتنفع للثنتين لأنهن نفس طريقة العمل. طبعا مشان نخترق هالنوعين من الشبكات في عنا 3 طرق ما في غيرهن. الطريقة الأولى هي طريقة ال WPS. طبعا ال WPS هي ثغرة أمنية كانت موجودة في كثير من الراوترات، وهي عبارة عن نظام بسهل عملية الاتصال بالشبكة عن طريق رقم مكون من 8 أرقام فقط. وطبعا ما دام الرقم مكون من 8 أرقام فعملية كسره وتخمينه راح تكون كثير سريعة وكثير سهلة. بس هاي الطريقة للأسف بالراوترات الحديثة أصبحت بشكل افتراضي مغلقة، لذلك كل الطرق القديمة اللي كانت تنفع على ال WPS حاليا بوقتنا هذا ما راح ينفع معها، لذلك أنا مش راح أشرحها ولا أتطرق إلها لأنها غير مجدية بتاتا. الطريقة الثانية هي عن طريق التقاط الهاند تشيك. طيب شو الهاند تشيك؟ الهاند تشيك بكل بساطة هو أول حزمة تخرج من الجهاز إلى الراوتر عند الاتصال. يعني مثلا أنا ماسك جوالي بحثت عن شبكة بدي أتصل فيها، حطيت كلمة المرور، كبست الاتصال، أول ما أضغط على الاتصال بتطلع حزمة ولمرة واحدة للراوتر وتسمى الهاند تشيك. طبعا هاي الحزمة وظيفتها تأكيد عملية الاتصال ما بين الراوتر والجهاز، وما بعد ذلك كل حزمة بتصير مشفرة تشفير مؤقت وتشفير مختلف عن أي حزمة. فإحنا بهاي الطريقة راح نتعلم كيف نحصل على الهاند تشيك وكيف نكسر كلمة المرور عن طريق هاي الحزمة. الطريقة الثالثة والأخيرة هي طريقة الهندسة الاجتماعية. طبعا شرح هاي الطريقة بكل بساطة إني أنا راح أخدع شخص موجود على الشبكة اللي أنا بدي أخترقها وخليه يعطيني الباسورد بدون ما يشك إنه سلمني مفتاح الدخول للشبكة، وراح نجيلها بالتفصيل إن شاء الله. راح أعيد ال3 طرق بشكل سريع لاختراق شبكات WPA و WPA2. الطريقة الأولى عن طريق WPS حكينا إنها غير مجدية حاليا. الطريقة الثانية هي عن طريق التقاط أول حزمة بتخرج من الجهاز اللي تسمى هاند تشيك وكسر كلمة المرور. الطريقة الثالثة عن طريق الهندسة الاجتماعية، وآخر طريقتين راح نفصلهن بشكل كبير إن شاء الله.